وأخيرا من حق الرجاء البيضاوي أن يرفع رايات النصر والتتويج، ومن حق لاعبي أن يسجدوا شاكرين نعمة الحصول على لقب بنكهة العالمية. الرجاء العالمي يخطف لقبه 11 ويخطو من جديد إلى كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب. لقب كان عسيرا وعذب الرجاويين كثيرا في الأمتار الأخيرة، الكل كان يترقب والضغط كان قويا على لاعبي الرجاء، والجماهير الخضراء أثبتت أنها البطل واللاعب رقم 1. الرجاء كان محاصرا بضغط تحقيق الفوز وانتظار أي تعثر لفريق الجيش الملكي بالرباط. أولى الأنباء جاءت من مركب الأمير مولاي عبد الله، وهدف سريع للمغرب الفاسي عن طريق المهاجم سامر مالكويت أربك حسابات الجيش. بمركب محمد الخامس الدفاع الحسني الجديدي لعب أفضل مباراة له في الموسم، وفاجأ الرجاء بهدف جميل في الدقيقة 13 عن طريق زكريا حدراف ليعيد الأمور إلى نقطة البداية. بالرباط تغيرت الأمور سريعا، وتمكن فريق الجيش الملكي من إدراك هدف التعادل بواسطة الزئبقي يوسف القديوي من تسديدة لا تصد ولا ترد، ليعود التشويق من جديد ويصبح الفارق بين الطرفين نقطة واحدة. وانتظر الرجاء البيضاوي حتى الجولة الثانية ليدرك التعادل من ضربة خطأ جميلة، والمسجل ليس سوى الجديدي السابق عادل كروشي غير مبال بأصدقاء الأمس. الرجاء البيضاوي بحث بعد ذلك عن هدف النصر والتتويج، وعينه على الرباط ومباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي. الخبر السار حملته الدقائق الأخيرة وضربة جزاء تكلف بها صاحب الاختصاص في الأوقات الحرجة محسن متولي ليسجل هدفا كان بطعم التتويج، ليتحرر جمهور الرجاء من عبء ثقيل وتنطلق الأفراح التي يبدو أنها ستمتد لأسابيع طويلة وطويلة جدا.